راح نهنيك من التخمام. أرواحي نحضروا طبق نحبو كامل ناكلوه في المطاعم. اسكالو بكريمة الجبن والرز على طريقة المطاعم الكبرى، مع طريقة تزيين سهلة وبسيطة راح نتعلموها. ديريه في البيت وفرحي به زوجك وأطفالك، وما يكلفش بزاف كيما اللي يتباع برا. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شهية طيبة. نبداو على بركة الله. وش راح نسحقو كمرحلة أولى؟ راح نجيب لهنا الرز. عندي الرز، أنا هنايا عندي رز بسمتي ولا رز صغير ولا الرز اللي عندك في الدار، أي نوع. وش رايحين نديرو؟ رايحين نغسلوه باش نحولو النشا ديالو، نديرو في ليان ولا في أي حاجة غامقة، نديرولو الماء ونغسلوهم مليح. أنا لهنا تعملت باش نوريلكم، باش شوفوا كيفاش راهو من بعد ما شللته. شوفوا كيفاش راهو الماء تاعو بيض ماشي نظيف، ماشي شفاف. انا هنايا نعاود نغسلو مرة اخرى حتى نحولو كامل النشا ديالو. شوف هنا من بعد ما غسلتهم مليح ديروه تحت العين. شوفوا الماء كيفاش راهو نقي ترونسبارون. ديروه تحت العين، شلوه مليح وحطوه يقطر. ندوزو نحضروه. نجيب لهنا الزيت، ندير كمية مليحة، ندير كمية مليحة من الزيت. زيدو مغرفة مارغرين ولا زبدة، كل واحد واش عندو. نخلوها تسخن، غير تسخن نحو نزيدولو الرز ديالنا اللي خليناه يقطر. غسلناه مليح، نحيلالو الجشا ديالو وخليناه يقطر. هاد الطريقة هادي تخلي الرز نتاعك يطيب على حبة، ما يجيش معجن. فوالا نخلطوهم مليح، ندخلو هذيك الزيت هذاك اللي دام هذاك كامل. قلت لكم يطيب لكم على حبة ماشي كما يطيب قبالة في الماء. ونزيد له الثوم. انا هنا عندي زوج حبيبات ثوم، زوج سنينات. نروح بظهر الملعقة نروح نكرازيهم، مانيش راح نرابيهم. فوالا كرازيتهم بظهر الملعقة ونزيدهم مع الرز. نزيدو التوابل، عندي مغرفة زعفران، اللي ما عندوش يدير الكركم. واش عندك؟ في عندك كركم ديري كركم، عندك زعفران ديري زعفران. نزيدو شوية فلفل كحل، نص عود قرفة، ملعقة صغيرة توابل الدجاج، خليط الدجاج. نزيدو ملعقة صغيرة ملح. نخلطو كلش باش دوك التوابل يدخلوا مع الرز. وفي الاخير نضيفو مغرفة معمرة مسحوق الثوم. اذا كان متوفر عندكم ديروه، ما كانش كان متوفر ماشي لازم. انا درنا الحبات تاع الثوم، سنينات تاع الثوم. انا لهنا سخنت الماء، نديرو الكيلة الاولى. كيلة تاع الرز نديرو فيها 3 كيلات ماء، والماء سخون ماشي بارد. درنا الكيلة الاولى. كاين اللي يديرو كيلة بزوج كيلات، انا نطيب بكيلة 3 كيلات. هذه الكيلة الثانية وهذه الثالثة. هنايا الرز تاعي راح يشرب كامل ويطيب، ما يقعدليش خضر. جربوها بهذه الطريقة وشوفوا. نخلط كلش قلت لكم، والماء سخون، ما نمرقوش بالماء البارد. نغلقوا عليها
ونخلو الروز تاعنا يطيب حتى ينشف كامل. أنا هنايا بعد ما طاب لي الروز تاعي ونشف ليه، هنا تشوفوا طاب لي على حبة، ما جاش معجن. نخليه على جنب ونجوزو المرحلة الثانية. واش راح نسحق هنايا؟ هنا عندي لي زيسكالوب تاعي، انا لهنا غسلتهم مليح بالماء والملح والخل، لازم نقوهم وقطعتهم هكذا قطع صغيرة. لازم نقوهم مليح الدجاج، راكم على بالكم الدجاج يجي يريح، لازم يتنقى. عندي لا موطغ نسحقهم غرفة صغيرة. نسحقوا التوابل، عندنا شوية زعفران، خليط الدجاج، وشوية تاع الكوري، فلفل كحل، الملح والجبن. عندي جبن مثلثات وجبن الشيطر واش عندكم، وعندي كريمة سائلة اللي توفرت عندكم. راح ندير القطع نتاع الدجاج نتاعي. الدجاج يحب بزاف لا موطغد، راح ندير له مغرفة لا موطغد. قلت لكم الدجاج يحب لا موطغد، فوالا مغرفة، انا درت مغرفة معمرة موطغد بملعقة صغيرة درت. نزيدو شوية ملح، ما نكتروش الملح لخاطرش راح نديرو الجبن، وبطبيعة الحال الجبن يجي مالح، نديرو شوية برك. نزيدو فلفل كحل، مغرفة صغيرة فلفل كحل. فوالا، ونزيدو الكوري هادية الا ما كاش متوفر عندكم معليش تقدروا تستغناو عليها. انا نحب ندير الكوري بزاف مع الدجاج يمشي مليح مع الكوري، يحب الكوري. ديروا شويه الا عندكم، الا ما كانش عندكم معليش. زدت شويه زعفران على جال اللون، ولا كركم واش عندكم. توابل ديروا شويه شويه. فوالا، كما راكم تشوفوا خلطوا كامل التوابل تاعكم مليح. وإلا كان عندكم توفر تاني تخليط الدجاج، زيدوا خليط الدجاج معها. ونروحوا نجوزو نقلو الدجاج نتاعنا لي زيسكالوب تاعنا. نديرو شويه زيت، نزيدو معاها شويه مارغرين، نحطو الدجاج اللي تبلناه مليح، نحطوه نقلوه. كما راكم تشوفوا نخلوه يتقلى مليح، ما نقوش النار وماشي نار هاديه. شوفوا هنا بعد ما تقلى لي الدجاج نتاعي، هنا واش راح ندير؟ راح نزيدو الكريمه السائله. انا راح ندير هنا علبه، نخدم بهذه انا، الا خدموا باش حبيتو. نزيدو معاها قطع الجبن، انا هنا كان عندي جبن مثلثات. عندكم الجبن هذاك اللي يجي كاري، الجبن البيدون اللي عندكم في الدار ديروا به. نزيدو معاه، انا نزيد لهنا معاه شويه شيدار. عندكم جبن الجوده ديرو، عندكم الكريير ديرو، عندكم جبن احمر ديرو، واش كان متوفر. انا نخدم بالشيدار يعجبني.
ديروا كمية مليحة. هي الجبن قد ما ديروا تكتروا قد ما يجي في لاصوص هذه تجي بنينة. قد ما تكتروا الجبن في كريمة الجبن تجي بنينة. فوالا انا لهنا نخلط مليح حتى يذوب لي هذاك الجبن ديالي ونخليه. هنايا بعد ما طاب الرز، شوفوا كيفاش طاب لي على حبة، طاب على حبة جاي شاهي. والكريمة تاعنا ما نحكيلكمش على البنة، جات بنينة بزاف، جربوها ان شاء الله راح تعجبكم. جيت واش نقول لكم، نجيب لهنا سيخسو. انا عندي هاد السيخسو هذا، وفي البيت الا عندكم سيخسو كبير سيخسو صغير سيخسو مويا خدموا واش عندكم. نجيبو طبسي، نحطو السيخسو تاعنا كما راكم تشوفوا. قلت لكم نوريكم طريقة التزيين. راح نديرو الرز. طريقة التزيين سهلة وبسيطة، ما تهابوهاش وما تخافوش تقولوا الرز راح يلصق لنا في السخسو، ما راحش يلصق. وإلا خفتوا كامل لا يلصق لكم، حكموا هذاك السخسو. انا لهنا ما دهنتوش، دهنوه بشويه زيت. هذا ما كان هو بلا ما تدهنوه بالزيت ما راحش يلصق. نديرو الرز نتاعنا مليح ونعبسوه هكا كما راكم تشوفوا كامل بظهر الملعقه. نعمرو كامل. قلت لكم ما تخافوش ما راح يلصق. خليت لكم الفيديو بالعاني، ما حبيتش نقطعه باش تشوفوا كامل الطريقه باللي ما راح يلصق. خدموا غير بالعقل، سهله، طريقه سهله. ما تخلوش الفراغ لداخل، حبسوا كيما راني نحبس هكذا. كيما راكم تشوفوا، قلت لكم حبيتش نقطع لكم الفيديو باش تشوفوا كامل الطريقه. فوالا طريقه سهله. نبدلوا شويه في التزيين، ماشي كيما التزيين التقليدي، نبدلوا شويه. اطفالكم راح يحبوا هذا الاكل هذا. الاطفال يتشهوا بزاف الاكل تاع المطاعم. ديروه لهم في البيت، فرحوهم، فرحوا وليداتكم. ونروحوا نضيفوا الدجاج بالكريمه، كريمه الجبن اللي درناها. جات كريمه الجبن بنينه بزاف، واش نقول لكم جربوها اكيد راح تعجبكم. فوالا حمرو كامل كيما راني ندير. قلت لكم نبدلو في التزيين تاعنا. التزيين التقليدي نبدلو شويه. ان شاء الله باذن الله ندير لكم بزاف وصفات من هذا النوع. هنا نبداو نحيو السخسو، نقولوا بسم الله ونحوه غير بشويه. فوالا ما طاح ما تكسر، ما غير بالعقل. انا لهنا واش راح ندير، راح نكمل التزيين نتاع الطبق نتاعنا ونجوزو تشوفوه في طاولة التقديم. اذا ها هو الطبق نتاعنا واجد بعد ما شبحته زينته. شوفوا كيفاش زينته. انا درت معاه لي فخيت، درت معاه بطاطا مقليه فوالا، ورافقته بشلاضه سلطه. واش كان عندي، كان عندي غير طوماطيش وشويه بصل وزيتون. كيما راكم تشوفوا واش عندكم في البيت ديروه. عندكم بسباس ديروا بسباس، عندكم خيار ديروا خيار. انا هذا واش كان متواجد عندي. فوالا
إن شاء الله راح يعجبكم الطبق تاع نهار اليوم، ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله.